لعبها حلوه وحائط الصد ما طلعش من نادي الزمالك. استقبال كرة عالية في مركز 4، طلع شاط محمد فتحي مزنوق، والحقيقة هاني مصلحي يمكن عملاق حائط الصد في منتخب مصر وفي النادي الأهلي. استقبال عالية، حسني طلع شاط في ياسين، استقبل طولت يمكن منه شوية، والكابتن وجيه حمدي برضو بيشكر فيه وبيقول له برافو، لكن في مجهود وشغل معمول مع تيم النادي الأهلي في عملية الدفاع. وحلوه عمل تكه وخداع ان هو هيشوط، طلع حائط الصد من نهايه شحاته ومحمد فتحي على الفاضي، وبعدين هم نازلين طلع شاطها حمدي الصافي. حمدي على الارسال، استقبال من احمد كمال في نهايه طلع شاط في دفاع المنطقه الخلفيه، حلو قوي من عماد نصر، وعماد طلع برده شاط، وحلوه كره رايحه جايه وكره سهله بتتلم من حسني، وحلوه تاني في المنطقه الخلفيه عماد نصر بيشوط وبتتلم تاني وعلى الطرفين، وحلوه قوي. بقول لحضراتكم الكوره رايحه جايه ومن احلى اللي في مصر، ضربه ساحقه حلوه من حمدي الصافي لكن خارج الملعب، وعلى طول بالفرقتين زي ما حضراتكم سامعين معايا استحسان جماهير الاهلي والزمالك، الجماهير الواعيه اللي بتقدر اللعبه الحلوه. اشرف ابو الحسن على الارسال، ارسال خارج الملعب طول من اشرف ابو الحسن، العائد من الاصابه كان جاله سبرين انكل في كينيا، ويمكن دي اول مباراه يلعبها بعد ما رجع. استقبال من حسني وكره سريعه وحائط صد حلو برضه بيطلع محمد مصلحي ياخدها من 11-14. عماد نصر على الارسال، استقبال من محمد مصلحي، حلوه قوي 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 من ماجد واحلى من محمد عبد الكريم. ياسين امين على الارسال هيلعب سبايك سيرف، وفتحي زي ما بقول لحضراتكم هنا خدها حمدي الصافي قبل المهاجم ما ياخدها، فالحكم الدولي الكابتن احمد رأفت صفر على طول ان هو يستنى لما المهاجم يشوف. طلع من مركز 4 المره دي المركز 2 حمدي الصافي، بينوع علشان علشان حائط صد الزمالك ما يبداش يحفظه، اما بيكون في 2 بيضرب من 4 ومن 4 بيجي يضرب من 2. ودي مميزات الحقيقه المهاجم الجيد ان هو ما يكررش نفسه علشان ما يتحفظش بالنسبه للخصم. استقبال لحسني وفي مركز 1 طلع شاط، انما دفاع كويس من محمد مصلحي عاليه لحمدي الصفر، والكوره نزلت الملعب. كوره نزلت الملعب والحكم صفر كوره معاده. محمد عبد الكريم على الارسال من النادي الاهلي، في كلام كتير على الاعاده، كوره نزلت الملعب وخلاص هتتعاد. محمد عبد الكريم على الارسال من تيم النادي الاهلي، استقبال من احمد كمال، حائط صد من حمدي الصافي وهاني مصلحي ليفوز النادي الاهلي 15-11 بالشوط الثالث ويفوز بالمباراه 3-0. بنقول النادي الاهلي الف مبروك، بنقول النادي الزمالك هارد لك، ولهم لقاءات عديده في الدورات المجمعه سيداتي انساتي سادتي خلال نهائيات البطوله في شهر ابريل وشهر مايو ان شاء الله. في النهايه مع تحيات أسرة البرامج الرياضية ومعلقكم الرياضي وائل عبد السلام،
واحمد عبد الظاهر والمخرج هشام ابراهيم.